السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا جميعا بخير وفي احسن حال. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنحضر مع بعض صنف من اصناف حلويات رمضان، هي اصابع زينب. جميلة جدا يا بنات، مقرمشة بمقادير مظبوطة، رسمة ثابتة. عايزة اقول لكم استحالة تشتروها من بره تاني بعد ما تجربوا الطريقة دي. اللهم بارك، تحفة جدا. يعني ان شاء الله كده جربوها وهتطلع معاكم مظبوطة ومن اول مرة. لو لسه اول مرة كمان هتعمليها هتطلع معاكم مظبوطة جدا جدا. تعالوا بينا نبدأ الفيديو ونشوف هنحضرها مع بعض ازاي. بس حابة اطلب منكم قبل ما نبدأ الفيديو، لو اول مرة بتشوفيني طبعا اتمنى تكوني مشتركة معايا في القناة، هكون سعيدة جدا بوجودك معايا. وما تنسيش تحطي لايك للفيديو ده. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ في المكونات وطريقة التحضير. قبل اي حاجه يا بنات لازم نحضر الاول الشربات التقيل البارد، علشان طبعا اصابع زينب عايزه الشربات يكون تقيل معانا ويكون بارد. الشربات طبعا عملته معاكم في الفيديو اللي قبل اللي فات، كان من تحضيرات رمضان. هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف لو حبيتوا تشوفوا الطريقه. يلا بينا نبدا بقى في الوصفه على طول. اول حاجه كده يا بنات هنحتاج لكوبايتين من الدقيق. تقدري تضعفي طبعا المقادير او الكميه على حسب ما انت عايزه، بس كوبايتين الدقيق ما شاء الله اللهم بارك بيطلعوا كميه كويسه جدا. هنحتاج لكوبايتين دقيق، والكوبايه اللي بستخدمها هي الكوبايه المعياريه، ودي افضل كوبايه ممكن تعايري بيها الدقيق او اي مكونات. هنحتاج كمان نص كوبايه من دقيق السميد، وده الدقيق السميد اللي بيكون ناعم. تمام كده، هو بيجي سايب كده من عند العطار. ذره ملح كمان علشان تظبط الطعم. وهبتدي اقلب المكونات دي كلها مع بعضها. بس كده دي كل المكونات الجافه اللي معايا. تعالوا بينا بقى على طول نشوف المادة الدهنية. هنحتاج لمعلقتين كبار من الزيت، وزيهم معلقتين كبار من السمنة. ممكن تستخدموا المقدار كله سمنة، وممكن تستخدموا كمان المقدار كله زيت. ممكن زبدة على زيت او زبدة على سمنة او العكس طبعا. تمام كده، بس طبعا الافضل ان هو يكون زيت على سمنة. ولو سمنة بلدي كمان هتبقى طبعا الوصفة والطعم هيكون احلى واجمل. هنبدأ ناخد كده معلقتين السمنة ومعلقتين الزيت، وهنبدأ كمان ان احنا ندفيهم بس على النار لمجرد بس ان السمنة بتاعتنا تسيح. هيكون كده خلاص بقى دافي معانا. بلاش تقدحوا السمنة قوي او تسخنوه قوي، احنا عايزينه بس فاتر كده، يكون دافي خالص. بس كده يا بنات انا حطيته كده في الكوب المعياري، فجم كده تقريبا الكوب المعياري اللي هو الربع الكوبايه ما اتملتش على الاخر، يعني كانت ناقصه حاجه يعني شويه صغيرين كده. بعد كده هبتدي اجيب بقى السمنه على زيت واحطهم على الدقيق، وهبتدي طبعا ان انا ابس الدقيق كويس جدا. ابداي كده بايدك قلبي الدقيق ده كويس، عايزين الماده الدهنيه تتغلف كويس مع الدقيق. يعني كل حبايه كده من الدقيق تتشرب كويس. المعلقه مش هتنفع في الطريقه دي، لازم تستخدمي ايدك فيه بس الدقيق بالسمنه. تعالوا بقى نشوف الميه اللي معانا او كميه السوائل اللي معايا. هتكون معايا كده نص كوبايه من الميه الدافيه. عايزه اقول لكم كمان ممكن تحتاجوا ليه اكتر من نص كوبايه، ولكن دلوقتي على حسب نوع الدقيق ما يحتاج. هنحط في نص الكوبايه الميه دي معلقه صغيره من السكر، وربع معلقه صغيره خالص من الخميره الفوريه. بلاش تكتروا كميه الخميره علشان طبعا الرسمه بتاعه الاصابع ما تروحش مننا، وكمان علشان ما تتحمرش معانا، احنا عايزينها بس مجرد حاجه بسيطه خالص. في الاول كده هتبداي تضيفي الميه بالتدريج لحد ما العجينه تتظبط معاكي. العجينه بتاعتنا يا بنات لازم تكون عجينه كده طريه، ما تكونش كده يابسه، وما تكونش كمان مرقه. يعني مش عايزينها كده جامده معانا، لا احنا عايزينها كده تكون طريه الى حد ما. هتبداي تضيفي الميه بالتدريج. ممكن كمان تحتاجي ليه اكتر من نص كوبايه من الميه، وممكن تحتاجي لنص كوبايه بس. طبعا الدقيق بيختلف من نوع للتاني، يعني ممكن لو انا استخدمت نص كوبايه انت ما تستخدميش النص كوبايه، تستخدمي اقل، ممكن تستخدمي اكتر شويه. يعني انا هنا حسيت ان العجينه كانت محتاجه ميه كمان، فبدات اجيب كده اقل من ربع كوبايه ميه، وبدات اضيف كده لحد ما العجينه بتاعتي ظبطت معايا ووصلت للقوام اللي انا عايزاه. يعني اصبح مقدار الميه اللي انا ضفته كله يعني نص كوبايه تقريبا، وتقريبا من 3 ل 4 معالق من الميه. يعني ما استخدمتش برده كوبايه الا ربع. لحد ما العجينه بتاعتي بتكون بالشكل اللي احنا شايفينه ده. العجينه كمان ما بتكونش قويه معانا قوي، يعني تكون كده طريه، وفي نفس الوقت ما تكونش مرقه قوي او يابسه قوي. فالمهم كده بتكون قوامها كده طري ويعني مظبوطه معانا بالظبط زي ما احنا شايفينها كده. ابتدي بقى ارجع العجينه بتاعتي كده في البوله، وبعد كده هنغطيها وهنسيبها كده تريح لحد تقريبا 10 دقايق بس. ما تسيبهاش اكتر من كده يا بنات علشان ما تتخمرش معانا، احنا بس بنريحها مكان العجين وبس، ولكن احنا مش عايزينها تتخمر معانا. بعد العشر دقايق ما بيعدوا على طول بقى هنيجي علشان نشكلها. في الوقت ده لو انت عندك ميزان هتبداي كده تجيبي الكره بتاعتك وتبداي توزنيها، وهتعملي كل الكرات تكون حجم واحد ومقاس واحد علشان يطلع كل الاصابع تكون قد بعضها ومتساويه. اما لو مش عندك ميزان فهتعملي زي كده، هتبداي تجيبي الكرات وطبعا ميزانك هيكون نظرك. ابداي كده ظبطي الكره على قد طبعا الحجم اللي انت عايزاه. بس اهم حاجه تكون الكره صغننه علشان طبعا العجينه ما تكونش كده تخينه معانا واحنا بنشكلها، وفي الوقت ده مش هتكون مقرمشه خالص معانا. فابداي كده اعملي الكرات تكون صغيره بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بس كده بخلص كل الكميه اللي معايا بنات بنفس الطريقه. بعد ما كورتها كلها، ودي كانت الكميه اللي خرجت معايا من كوبايتين الدقيق. ضروري طبعا ان احنا نغطيها كده باي فوطه او اي كيس تلاجة علشان طبعا ما تنشفش مننا.
تعالوا بقى نشوف هنشكلها مع بعض ازاي. طبعا يا بنات كلنا اكيد عندنا المصفى اللي زي دي. هتبداي كده تجيبي قطعه من العجين وهنبدا ان احنا نفردها على المصفى بالشكل ده. هتبداي تفرديها، مش عايزينها تخينه قوي، احنا عايزينها تكون رقيقه. وهتبداي بالراحه كده من الاطراف تبداي تروليها تكون بالشكل ده. في الوقت ده طبعا العجينه بتاعتنا هتكون صغننه كده ورقيقه مش تخينه قوي، وكمان الرسمه بتاعتها بتكون بارزه معاكي بالشكل ده. هتبداي تجيبي كرة تانية كده وابداي افرديها وهنبدأ ان احنا نرولها. تمام كده يا بنات. ممكن لو مش عندك الوصفة دي تستخدمي مصفة الطماطم اللي هي البلاستيك العادية خالص. ممكن تستخدمي كمان بصامة الكحك. ممكن كمان تستخدمي هراسة الفول او البطاطس. اي حاجة عندك تكون كده عاملة ثقوب او دواير كده ابدأي شكلي عليها، هتطلع معاكي مظبوطة جدا ان شاء الله يا بنات. طريقة تشكيلها سهلة جدا وما بتاخدش وقت خالص. عايزه اقول لكم كمان بعد ما بتلفيها كده يعني سيبيها كده مفرغه من تحت، بلاش تضغطيها قوي او تقفليها من تحت قوي، علشان طبعا ما تكونش مكتومه كده، ولما تيجي تتقلى في الزيت تكون كده الزيت تتغلغل كده جواها، وتكون كده كمان مقرمشه قوي. ونراعي واحنا بنشكلها ان هي تكون زي ما قلت لكم رقيقه، ما تكونش تخينه خالص. تمام كده، علشان طبعا ما تكونش، لو هي تخينه هتطلع طبعا معانا مكتومه كده من جوه، وهتكون كده من جوه لسه عجين، مش هتكون كده مقرمشه خالص. هتخلصي بقى كل الكميه اللي معاكي بنفس الطريقه. يا رب تكون كده طريقه فكره التشكيل حلوه وعجبتكم وتكون سهله وبسيطه عليكم. بس كده هخلص بقى كل الكميه اللي معايا بنفس الطريقه. ودي كانت كل الكميه بقى اللي خرجت معايا من كوبايتين الدقيق. اللهم بارك، كميه كويسه جدا جدا يا بنات. شايفين؟ اللهم بارك، الرسمه ثابته، وكمان مش هتبان ان هي ثابته دلوقتي الا بعد ما تتقلي في الزيت. تعالوا بقى نشوف هنسويها مع بعض ازاي. طبعا في طاسه فيها زيت غزير هنحطها كده على النار، وهنبدا ان احنا نسخن الزيت ده جدا. بعد كده هتهدي النار لنار متوسطه، وممكن كمان لاقل من الوسط. بحته عجينه بقى هتبداي ان انت تختبريها. لو لقيتي العجينه كده طفت على الوش وعامت على الوش بالشكل ده، هيكون الزيت بتاعنا كده جاهز خلاص. هنبدا بقى بعد كده نضيف الاصابع بتاعتنا في الزيت بالشكل ده. وزي ما قلت لكم النار تكون متوسطه، علشان طبعا بمجرد ما تحطي الاصابع في الزيت وهو سخن قوي كده والنار عاليه، فعلى طول هتبدا ان هي تاخد لون معاكي، وهتكون لسه من جوه عجينه ولسه طريه ومش هتستوي كويس. فلازم اول ما النار تسخن او الزيت يسخن معانا، هنبدا نهدي النار كده النار متوسطه. ومن وقت للتاني بقى على طول كده ابداي قلبي عليها كل شويه. يعني ما تسيبيهاش لحد ما تاخد لون من تحت وبعدين تقلبيها، لا. ابداوا كده قلبوها مره واثنين وثلاثه كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده، علشان كلها طبعا تاخد زيت وتشم الزيت كده من جميع الجهات، وفي نفس الوقت كده تاخد تسويه كويسه، وتكون كل قطعه مستويه زي التانية. في الوقت ده بكون محضره الشربات البارد بتاعي، علشان اول ما نخرج الاصابع نحطها على طول في الشربات. لان طبعا لازم تكون الاصابع تكون معانا سخنه، والشربات كمان بارد وتقيل زي ما قلت لكم في اول الفيديو. اول بقى ما بتاخد اللون اللي احنا شايفينه ده، على طول بقى بتبداي تخرجيها وتحطيها على طول في الشربات البارد. كمان بقى القرمشه، اللهم بارك، صوتها بجد رهيب. القرمشه بقى بتاعتها والطعم والريحه، عايزه اقول لكم بجد، يعني لو جربتوا الطريقه دي ان شاء الله مش هتشتروها من بره تاني. ما شاء الله اللهم بارك يا بنات، جميله جدا. هبتدي بقى احط بقى كميه الاصابع اللي معايا، وكمان هحمرها كده زي ما انتم شايفين بنفس الطريقه اللي حمرنا بيها اول دور. واول بقى ما بتخرج من الشربات على طول كده هتبداي ترفعيها في مصفى، علشان طبعا تصفي اي كميه شربات او اي شربات زايد فيها. اول ما بتخرج من الشربات هنحطها في المصفى بالشكل ده. اول ما بتصفى بقى من الشربات بتبداوا تقدموها بالف هنا وعافيه. شايفين؟ اللهم بارك يا بنات، صوت القرمشه بتاعتها ولونها وتسويتها بجد اللهم بارك جميله جدا. يعني امشوا كده على الخطوات وسووها وجهزوها بنفس الطريقه وبنفس الخطوات، هتطلع معاكم مظبوطه جدا يا بنات. وانسوا بقى بجد ان انتوا تشتروها من بره تاني. خليكي دايما كده واثقه في نفسك وجاهزه لاجمل وصفات رمضان. ما شاء الله يا بنات اللهم بارك. جربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم. اول بقى ما بتصفى من الشربات بتاعها ده، هبتدي على طول بقى كده احطها في طبق التقديم، والف هنا وعافيه للي يجربها. شايفين بقى يا بنات؟ من كوبايتين دقيق اللهم بارك طلعت معايا كميه كويسه جدا جدا. عايزه اقول لكم كمان حجم الصوبع جميل قوي، مش صغيره خالص، لا بس بالعكس ما شاء الله اللهم بارك. سامعين بقى صوت القرمشه بتاعتها؟ بجد رهيبه. عايزه اقول لكم كده طعمها بجد حكايه. جربوا الطريقه بنفس المقادير وبنفس الخطوات، هتطلع معاكم مظبوطه جدا جدا. ولو لسه كمان اول مره بتجربيها هتطلع معاكم مظبوطه قوي. وانسوا بقى ان انتوا تشتروها من بره تاني. كل سنه وحضراتكم طيبين، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. وبكده بقى يكون الفيديو بتاعي خلص. اتمنى يكون عجبكم وتكونوا كمان استفدتوا من الطريقه. لو انت بقى وصلت معايا لحد النقطه دي من الفيديو ولسه اول مره بتشوفيني، طبعا اتمنى تكوني مشتركه معايا في القناه، هكون سعيده جدا بوجودك معايا. وما تنسيش تحطي لايك للفيديو ده فضلا منك وليس امرا. وبشكر الجميله اللي كملت معايا الفيديو للنهايه. وان شاء الله يا بنات اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.